صباح الخير أصدقائي، إن شاء الله تكونوا ملاح يا رب. فيديو اليوم راح يكون مختلف. راح ندير لكم أول مرة مشروع الخمارات. هذا النوع من الخمارات راه عامل ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، والفكرة تاعو بزاف حبوها الناس، خصوصا البنات اللي يقراو أو اللي تخدم وما عندهاش الوقت باش تسقم الخمار تاعها. يعني هو بزاف سهل في لبسه ويخلي مظهرك أنيق في نفس الوقت. خياطته سهلة جدا وغير مكلفة إطلاقا. رايحين نخدموه بهذا القماش ليكرا، أو كما نعيطولو حنا بيزو بيزو. راه يدير 35 ألف للمتر. العرض تاعو فيه متر ونصف، معناتها المتر الواحد يخدم لك 2 خمارات. نبداو أولا نقصو من العرض اللي هو متر ونصف، نقصو منه 15 سنتيمتر للحزام ونخلوه بجهة. بعد ذلك نقسم القماش اللي بقالي على 2، يعني المتر و35 اللي بقات لي نقسمها على 2، يولوا عندي قطعتين فيهم متر على 67 سنتيمتر. نروح ندير عطفة صغيرة في الجوانب الأربعة ونكويهم مليح. بالنسبة للمبتدئات من الأفضل تدير قدم ضاغط مصنوع من البلاستيك، يعني باش ما ينجبدلهاش القماش أثناء الخياطة. الآن نروح نطوي حوالي 15 سنتيمتر للداخل بهذا الشكل. أنا هنا خليتها 14 سنتيمتر. تساويها كامل وتثبتها بالدبابيس. نروح بعد ذلك ندير خياطة على 0.2 سنتيمتر باللون المشابه.
إذا تحبوا تغلقوا الجوانب من هنا فهذا اختياري. نكوي مليح الطية اللي عملتها. نروح الآن نطوي الفولار على 2 بهذا الشكل، يعني يكون الخلف هو اللي مقابلني. ونحسب من الطرف حوالي 25 سنتيمتر وندير النقطة. بعد ذلك ندخل ب3 سنتيمتر من النقطة اللي حددتها، ونخيط للأسفل. هذا هو بعد ما خيطته. نقلبه على الوجه. نروح الآن نخيط الحزام. رايحة نستعمل القطعة اللي قصيتها في الأول تاع 15 سنتيمتر. نقسم القطعة على 2 يولوا عندي قطعتين فيهم 50 سنتيمتر على 15 سنتيمتر. نستعمل واحدة فيهم والقطعة الثانية نخليها للفولار الثاني. نطويها بهذا الشكل ونروح نخيط على 1 سنتيمتر. نخلي فتحة في الأسفل باش نقلب. نقلبها ونغلق الآن الفتحة اللي خليتها. نكويها مليح ونروح نلصق الأزرار. بالنسبة لتركيب الأزرار رايحة نعطيلكم 3 طرق. الطريقة الأولى باستعمال هذه الآلة الصغيرة الخاصة بالأزرار. السعر تاعها 145,000. تلصق فقط الأزرار، يعني ما ديرش خدمة ثانية. يجوا معها هذوما الأكسسوارات اللي هما قطع غيار في حال فسدولك الأصليين اللي يجوا فيها. الأزرار اللي تلصقهم متكونين من 4 قطع يلصقوا بهذه الطريقة، يعني طبعا القماش يكون في وسطهم. ولازم القطعة الصغيرة اللي راهي الداخل تنضغط مليح باش يتغلقوا. الطريقة الثانية هي في حال ما عندكش هذه الآلة، يمكنك استعمال هذا النوع من الأزرار اللي تلصقيهم فقط بخياطة باليد. ما في أسهل منهم، متكونين من قطعتين وتلصقيهم بهذا الشكل.
نروح للطريقة الثالثة، هي باستعمال سكراش. هذا الشريط اللاصق اللي متكون من قطعتين. تقصي قطعة صغيرة حسب طول القماش اللي عندك وتخيطيها بالماكينة عادي. هذو هما الطرق اللي ممكن يفيدوك في كيفية غلق الحزام. بعد ما لصقت الأزرار نروح الآن نخيطها فوق الخمار تاعي، لكن قبل ما نخيطها نروح نحدد المنتصف تاع القطعة من الخلف. وندير خط عمودي بهذا الشكل. نجي الآن نطوي القطعة على 2 ونجرب نحكم فقط الجزء الخلفي، نحكمه من الخط اللي رسمته ونحطه فوق الخياطة اللي عملتها في الخمار. بهذا الشكل نحكمها بدبوز ونخيط على 2 ملم، يعني 0.2 سنتيمتر. لكن نكون متأكدة باللي حكمت فقط الجزء الخلفي، وهكذا باش ما تبانش الخياطة في الأمام، باش يكون الشكل تاعو مرتب أكثر. ها هو بعد ما خيطته بزاف أنيق وسهل، وما تحتاجيش مساسك باش تحكميه، يعني اللي يكونوا أحيانا خطر في العنق. بقالي فقط نجربوه باش نشوفوا كيفاش يتلبس. هذا هو فيديو اليوم أصدقائي، إن شاء الله يكون عجبكم وكان الشرح بسيط. إذا عندكم أي سؤال اتركوه في التعليق باش نجاوب عليه. أبقى لي غير نقول لكم شكرا لكم على المشاهدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.